النادي الاهلي يفتتح مشواره الافريقي بالفوز برباعيه مقابل هدفين على استاد ابيجان في مباراه مرتاح. يعني انت مرتاح كده تقول الاهلي مضيع كمان تخلص 6-7. مرتاح الماتش ده 6-7 للاهلي. ايه كميه الفرص اللي ضايعه دي يا جماعه؟ في ايه؟ 3 نقط المفروض ان هم مضمونين على ارضك قدام فريق فنيا اقل منك مليون مره. فريق فنيا قليل، فريق هو ينزل قدامك يلبس اهداف بس، يسجل علينا جونين. خط دفاعك كارثه في مباراه. يعني النتيجه مش هتخدعني. ليه؟ انا قاعد بتفرج وشايف وعارف الاهلي وعارف لاعب في الاهلي. مباراه زي دي انا منتظر الاهلي يخلصها 4-5-0. يعني دي لو 4-0 انا هبقى مبسوط، انما 4-2 انا مش مبسوط. ليه مش مبسوط؟ عشان خط دفاعنا بالمنظر المهلهل ده قدام فريق وعلى ارضك ولسه اول مباراه ليك قاريه، فكوارث في الدفاع. في المقابل ان انت المفروض مشيت لعيبه عشان خلاص بقى بتستثمر، فهتجيب لعيبه تانية. المفروض ان اشرف داري هيسد مكان عبد المنعم. فين اشرف داري؟ مصاب. انا قلتها وبقولها وهفضل اقولها، ثنائيه رامي ربيعه وياسر ابراهيم في قلبين الدفاع كارثيه. هيدوك ماتش توب، ماتش من اللي قلبك يحبه زي العين. من بعد العين ايه رايك في الاهلي؟ تحت تحت. هو ده خط دفاع الاهلي. نيجي لنص الملعب. نص الملعب النهارده فقد هويته تماما. انت بتلعب قدام فريق بيغلط لوحده. يعني لا محتاج تعمل ضغط عالي، ولا محتاج تعمل لا مركزيه ولا مثلثات ولا الكلام الفاضي ده. فريق بيغلط لوحده، فريق ضايع، فريق فنيا اقل من الاهلي. بس فين نص ملعب الاهلي؟ مش موجود. ابرز لاعب النهارده في نص الملعب هو قفشه، هو نجم المباراه. من ابرز لعيبه الاهلي النهارده، مش نص الملعب بس، هو نجم المباراه محمد مجدي قفشه. ومن ايجابيات ان امام عاشور قاعد دكه، واتمنى انه يقعد دكه ويطول على الدكه شويه. لان امام بدا مش عايز اقول كلمه، بدا يتمرقع. امام بدا يتدلع في اخر ايامه. فلا يا حبيبي، تعالى شرف على الدكه جنبنا شويه وننزل اخوك قفشه. الواد نفسه يلعب، نفسه يلعب. نيجي لكهربا حبيب قلبك. كهربا انت عايز كهربا بجد والله. انت من اكتر اللعيبه اللي جات لها فرص، من اكتر اللعيبه اللي الجمهور دعمها، من اكتر اللعيبه اللي الاداره والجمهور والدنيا كلها سندتها. عايز كهربا. اتألقت الماتش ده، ضيعت لك 30 40 جول في الماتش ده، انت متخيل؟ اما نشوف بقى الدنيا معاك ايه. يعني ايه الدنيا بقى؟ لم الدور ولا هصحى الصبح على مليون جنيه غرامه. اوفر يا كهربا، انت اوفر. نيجي لابرز لعيبه النادي الاهلي. خالد عبد الفتاح، حسستني ان في باك شغال، حسستني ان في باك يقدر يروح ويزيد ويعمل كثافه عدديه. وحاشا لله، يعني حاشا لله يعمل كروس، يعمل عرضيه. حاشا لله، يعني لو بنقول حاجه عيب يعني. فانت خالد يعني فكرتني او حسستني ان في باك خلاص. يعني الباك رايت بدا يرجع. مش بالك ان انت عملت ماتش واو وقدام منافس متواضع، عشان بس نكون فاهمين. بس انت على الاقل بتحاول، على الاقل رحت في كوره واثنين وثلاثه وحصل، وكهربا جاب جول باسيست خالد عبد الفتاح. حسستني ان في باك شغال. لازم هو من مهام الباك الهجوميه انه بيوصل. مش هقول لك بيسجل وبيراوغ لا يا عم، ابسط اضعف الايمان كروس عرضيه. الموضوع مش صعب. في النهايه فوز مهم للنادي الاهلي، فوز بتفتتح بيه دور المجموعات. 3 نقط مهمين. كنت اتمنى يعني ان الفوز يبقى اكبر من كده. كان في ايدك تتخلص 5 6 7 كمان. انا كلاعب المفروض استغل مباراه ضعيفه فنيا قدام فريق فنيا ضايع ما يتقارنش بالاهلي. انا كلاعب اعمل رقم لنفسي، ادوس اجيب جول. والتاني لاعب زي كهربا ده جبت جولين، كان ممكن يجيب 4 النهارده. كهربا لوحده، مش هقول لك الشحات او طاهر او الفرص اللي ضاعت. ليه انا كلاعب ما استغلش مباراه سهله للنادي الاهلي، مباراه اقل بكتير من حصه تدريبيه، فما استغلهاش. ففي النهايه فوز مهم للنادي الاهلي، وبالتوفيق للنادي الاهلي في المرحله اللي جايه. سلام.